السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعيني يا حلوين؟ زي ما وعدتكم اكلات بسيطة وخفيفة وعلى قد ايدينا. بص، النهاردة هنعمل مسقعة. بس انا بعمل مسقعة بقى بايه؟ بقطع البتنجان مكعبات زي ما انتوا شايفين كده على قد اللقمة، كله على قد اللقمة. وادي ده ايه؟ الصلصة اللي انا فرستها معاكم. انا طلعت علبة اهو عشان ايه؟ اعمل بيها المسقعة. وكمان معايا لحمة مفرومة. دي ايه؟ لحمة مفرومة. اي قطعة صغيرة كانت ما عندي في التلاجة، قلت ايه استفاد بيها واعمل بيها مسقعة. وهقول لكم بعد كده ازاي افرزها وازاي كمان استفاد منها، يعني ما اكونش ايه اكتر فيها شوية. حضرنا بقى ايه مصفى. زي ما احنا عارفين لازم نرش ملح علشان ما يشربش زيت معانا. كده نقلب كده ونحط تاني كده، مش هيشرب معانا زيت. ومصفى هينزل ميته كده على طبق. بعد ما حمرنا البتنجان اهو، بص جماله، هو مكعبات يا دوبك على قد اللقمه. وبرده الفلفل مكعبات. نحط بقى اللحمه المفرومه اللي جت عندنا عشان يبقى ايه مسقعه باللحمه المفرومه. وبرده بنعملها بشاميل، بس احنا هنعملها النهارده ايه خفيفه. نجيب بقى الصلصه بتاعتنا. حطينا اللحمه، جهزنا بقى الصلصه دي عباره عن ايه؟ حطينا شويه زيت، وحطينا بقى عليه التوم بتاعنا، بس بعد طبعا ما الزيت ايه سخن شويه. حطينا التوم، حطينا شويه خل. بعد كده سقطنا الصلصه اللي احنا كنا مجهزينها. حطينا بقى التوابل بتاعتنا، الكمون والفلفل الاسود والشطه والبابريكا، ونسيبها تتسبك شويه. وشويه طبعا سكر عشان الحموضه. وبعد كده اتفرجوا على الحلاوه والجمال، المسقعه الخطيره اللي جاهزه على الفرن. المسقعة بعد ما خرجت من الفرن، بصي يا حلوين وجمالها، تتاكل حاف مع عيش بقى بلدي وبطاطس مقلية، تبقى حكاية. بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش ترنوا الجرس، تشتركوا في القناة عشان تعرفوا تعملوا أحلى مسقعة من إيد داليا. سلام عليكم.